السلام عليكم ورحمه الله. نتمنى تكونوا بخير. اليوم غنحضر معكم واحد العصير تيجي منعش، تيجي رائع. بالنسبه للجو دابا راه الحال بدا تيسخن. الصراحه هذا العصير تيجي رائع بجوج خيارات. هنايا عندي جوج ديال الحامضات، جوج ديال البنانات. اللي بغى يدير جوج ديال التفاحات يديرهم. بالنسبه للبنان تيعطي الخسوريه وتيجي واحد المذاق رائع، ولكن البنان يكون طيب ما يكونش خضر، يكون هكا فيه هاد النقيطات باش يكون حلو صافي. وعندي هنا نص كاس ديال السنيده، والسكر كيبقى حسب الذوق، اللي بغى ما يديرش السكر ما يديروش. انا غنبدا معكم المرحله الاولى. غناخذوا الخيارات ونقيوها. هنا البنانات غادي نقيوهم. هنا هاد الحامضات غنحكوا القشور ديالهم. كاين عندي جوج ديال الحامضات، وحده غنحك القشور ديالها وحده غنديرها هكا نقيها ونديرها بلا قشور، وهذه غنحك القشور ديالها. هنايا حكيت هاد القشور كامل. بالنسبه الحامض، خاص الحامض يكون جديد، يكون باقي فيه الريحه، يعني ما يكونش حامض عندكم قديم لي 4 ايام ولا 5 ايام، يكون جديد وكتكون الجلده ديالو قفتيه وفيه الريحه مزيان. غنعاود نقيها هذه ونحيد منها العصف. والحامضه الثانيه غير غنقيها كامله ونقشرها ونديرها. بالنسبه للحامض اللي درت غندير ليه سكر سنيده ونخليه بلاتي. هنا نقي هاد جوج حامضات ونحيد منهم العظام ديالهم. الحامض ملي تيكون جديد راه كيتنقى بحال هكا بحال الليمون. ونحيد منه هاد الخيوط بحال هكا. والبيض ما نقيسوش، ملي يكونوا نحكوا غير الصفر هو اللي فيه الريحه، حيت هاد البيض غيعطينا المروره. هكا طراف. بالنسبه للسكر سنيده درتو مع القشور ديال الحامض، كتخليهم هكا يتلقاو في بعضياتهم صافي. وانا نقي معكم هذا الحامض. نقيت الحامضه الاولى حتى هي ما بقى فيها هكا العظم لا والو، الثانيه حتى هي. بالنسبه للحامض ما يكونش عندكم كونجلي، يكون طري. الا كان كونجلي ما تكونش فيه ديك الريحه ديال الحامض، ما كتمشي من الجهد ديالو. كنحيد منه هكا هاد العظيمات كاملين ونقيوه، وما يكونش فيه هاد الخيوط اللي على برا. الزريعه ما نخليوهاش كتكون حاره، هي اللي كتطلق المروره في العصير. صافي غنقطع الخيار هكا طريفات صغار، ونخلط هاد السكر اللي كيخرج كميه كثيره. ندير والسكر على حسب الذوق كل واحد، واللي بغى يدير السكر بزيد من السكر كيبقى الاختيار ديالكم. هنا غندير معاهم 2 لتر ديال الماء ونطحنهم. دابا هنا قلت لكم 2 لتر ديال الماء. هنايا من بعد ما قطعت كلشي درت السنيده الحامض القشور الحامض، قلت لكم 2 لتر ديال الماء اللي غنخلط معاهم. الا بغيتو طحنوه في المولينكس، الا بغيتو ديروا الميكسور، انا غندير غير الميكسور بحال هكا. نبقى نطحن ونزيد الماء. هو العصير الصراحه راه كيجي رائع ومنعش. غنخرج ليا تقريبا 3 اطرو كيف كيجي فاتر. نتوما بغيتو تدوبلو المقادير دوبلوهم ماشي مشكل، بغيتو ديرو بزياده راه كيبقى حتى ل 3 ايام في الثلاجه. هو العصير من بعد ما وجد الصراحه راه تيجي رائع ومنعش. الا بغيتو تدوبلي المقادير ديروا المقادير مدوبله، تيخرج لكم كميه كثيره، تقريبا 3 اطر ديال العصير وشي حاجه ديال. وكتعرفوا شنو دايرين في هذا العصير؟ الصراحه راه تيجي رائع واقتصادي، تيخرج كميه كثيره.
راه كيبقى حتى 3 ايام في الثلاجه ما تيخسرش الحنت الحامض فيه. نتمنى يعجبكم لا فيديو، ولا عجبكم ديروا جيم ابوني. بسلامه عليكم.